العالم الغربي لا تصدقون ما يدور فيه، لا تصدقون العالم الغربي ليس قدوة. العالم الغربي مسخر للاختراع والاكتشاف، مجرد مسخر. تفهموا معنى مسخر؟ أريكم معنى في التسخير. ما هو أحسن مشروب يستشفى به ويوجد في عالم الأرض؟ أليس العسل؟ هل تقدر شركة في العالم تصنع العسل مثل هذا العسل؟ إذا من سخر هذا الحيوان؟ من سخر هذا الحيوان؟ اجتمعت الدولة عليه وصنعته؟ سخره الخالق. كما سخر هذا الحيوان ليبدع، فسخر أناس لأجل يصنعون. هو مسخر، عبد مسخر، لا يمدح في كفره ولكن يحترم في اختراعه، لكن ليس قدوة. القدوة في الاستقامة. والله تعالى مدح الحيوان وقال: وإن كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني كل الكائنات التي خلقها الله مبدعة وتسبح ربها وتعبد الله. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. والقسم الثاني: وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله بالمعصية، ومن يهن الله بإضاعة نفسه، ومن يهن الله فليس له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. الدنيا زائلة والحياة ذاهبة، والإنسان معدودة أوقاته ومحصورة أعماله. والذي جاءنا من طريق الإعلام جعلنا ننسى ذلك. عاد حد يذكر النار، قال: لا تخوفنا بالنار، لا تخوفونا بالموت، قلنا بنموت وربي سبحانه وتعالى بصره فينا. لا، ما هو هكذا. لابد أن نتذكر أننا أمام حساب عسير في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله أعد لنا في عالم الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم لا يزول، راحة لا تنتهي، ما تساوي الدنيا وما فيها أمام عطاء الله في الآخرة جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، لكنه سخر الكافر للصناعة لمصلحة الأمم والشعوب ثم يحاسب على الكفر، وسخر الشعوب المسلمة للقيم والآداب والأخلاق والكتاب والسنة وإقامة صناعة الإنسان الذي يتحلى بالأدب، يتحلى بالتربية، يتحلى بالقيم، يتحلى بالأخلاق ليكون نموذج. ومثلكم وبلدكم هي نموذج من التاريخ. ما بناتي بشيء جديد ولا بيأتون من الخارج بشيء جديد. ما جاءنا من الخارج إلا كل مفسد، ولا جاءنا من الخارج إلا كل ما يغير علينا كثير من عاداتنا وتقاليدنا.